السلام عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل معانا الكيكه الاساسيه، بس هنعمل منها شكل تاني. احنا قبل كده عملناها في القناه بمقدار واحد. انا هنا عملت بمقدارين عشان اعمل منها صينيه كبيره، واللي هيتبقى اعمل منه كوبايات اللي هي كوبايات الورق. فانا عندي في المقادير، انا هقول لكم بقى عن مقدار الواحد وانتوا يبقى ضعفوه مره كمان. ف3 بيضات، كوبايه سكر، ده كله انا بحطه على بعضيه في الخلاط. عايزه تضربي كل واحده لوحدها، يعني مثلا تضربي البيض الاول بالفانيليا والخل وبعدين تضربي السكر وكده، عادي براحتك، بس انا عشان اسهل عليكي بحط كله في الخلاط. يبقى 3 بيضات، معلقه خل، كيس فانيليا، لو عندك فانيليا خام حطي نقطتين بس عشان ما تغمقش اللون، وبعدين كوبايه سكر، وبعدين كوبايه الا ربع لبن، ونص كوبايه زيت، واضربهم كلهم مع بعض. بعدين انزل عليهم برشه ملح وكيس بيكنج باودر، ويا ريت يكون كيك شيف، عشان كيك شيف ده بصراحه احلى حاجه. ما عندكيش عادي اي حاجه تانية، بس انا بفضل كيك شيف، بحس ان هو بيفتح الكيكه وبيخليها لونها ابيض وبتبقى عاليه فبتبقى حلوه قوي. بس كل البيكنج باودر حلو يعني، بس انا بفضل بس كيك شيف. انا هنا عشان اعمل نص شوكولاته نص ابيض، فجهزت 3 معالق كاكاو. انا هنا بستخدم الكاكاو الخام الاسباني، فحلو قوي وبيديني اللون اللي انا عايزه اوصل ليه. عشان لو انا استخدمت الكاكاو العادي اللي احنا بنعمل منه كاكاو باللبن وكده، لا، حتى انا ممكن احط العلبه كلها عشان تديني الدرجه. اما الكاكاو الخام وبالتحديد الاسباني فبيبقى حلو قوي وطعمه قريب من الشوكولاته، فبيديني الدرجه اللي انا عايزاها، فبعرف اعمل منها كيكه تايجر، فبتبقى حلوه. يعني الكيكه اللي احنا هنعملها دي كيكه التايجر، اللي هي بتبقى خطوط بيضه مع خطوط كاكاو اللي هي خطوط شوكولاته، فبتبقى حلوه قوي وشكلها بيبقى حلو قوي. انا هنا قسمت المقدارين طبعا عشان الخلاط عندي شفشق صغير، فاضطريت ان انا اضرب المكونات. هنا طبعا ما صورتش وانا بحط الزيت للاسف، يعني افتكر التليفون بيصور وطلع ما بيصورش. فقسمت المقدارين في طبقين، وابتديت احط كل واحد كيس بيكنج باودر، وابتديت انزل بالدقيق وقلبت كويس قوي. هنجيب بقى الجزء اللي احنا هنحط عليه الكاكاو. انا حطيت كاكاو خام اسباني، دي بيديني الدرجه اللي انا عايزاها واللون الحلو، لان احنا لو حطينا كاكاو عادي او حطينا كميه قليله فهيطلع اللون عندي لون الكاكاو فاتح، فلما تيجي تعملي الطبقات وكده اللون هيطلع فاتح مش هيطلع حلو معاكي. فعشان تطلعيها باللون او الدرجه المظبوطه حطي 3 معالق كاكاو خام اسباني، وده افضل نوع كاكاو تستخدميه لانه قريب قوي من الشوكولاته. انا هنا حسيت ان المقدار تقل مني، انتي ممكن تحوشي معلقتين دقيق، يعني مكان المعلقتين لو انتي هتعملي بس يعني المقدار لوحديه حوشي معلقتين دقيق، حطي مكانه مثلا 3 معالق كاكاو. انا هنا حسيت المقدار تقل مني، انتي لو حصل معاكي كده اعملي زيي. رحت حطيت معلقتين لبن وقلبت، ظبط معايا القوام، عشان لازم قوام الشوكولاته زي قوام الابيض. فابتديت بقى عشان اسهل عليكي وما اعملهاش بالمعلقه وكده، عملت في الكوبايه بتاع الشاي، حطيت كوبايه ابيض في كوبايه شوكولاته اللي هي الكاكاو، وابتديت احط شويه وشويه لغايه ما خلصت المقدار كله. واللي اتبقى مني عملت منه الكوبايات الورق. انتي لو عندك اللي هي صينيه الكب كيك، ورق كب كيك، اعملها كب كيك للاولاد بيفرحوا بيها قوي. انا لما عملت الكوبايات دي ولادي بصراحه اول حاجه اتاكلت، كانت حلوه قوي شكلها حلو، ممكن كمان لما تبرد خالص تزوقيها للاولاد. انا كان عندي هنا الموجود كان عندي ابيض وشوكولاته، فعملت نص ابيض ونص شوكولاته، بتبقى حلوه قوي، بيبقى الاطار كله كيكه بيضه وفي النص كله شوكولاته. هنا ما تحطيش مقدار كتير قوي من العجينه، حطي نص كوبايه بس عشان ما تفورش وتبهدل الفرن. اي بقى زوايد كده وقعت منك حشيها
وظبطي الكوبايات كده وامسحيها عشان يطلع شكلها في الاخر حلو. احنا هنا بنسوي الكيكة على فرن 180 درجة، بتكوني مسخناه قبليه وبتقعد بالظبط من 30 بتقعد 30 دقيقة وبتستوي حلوة قوي. ولو مثلا قعدت معاكي من يعني اكتر شوية او على حسب الفرن بتاعك، فخلي بالك السوا بتاعك بيبقى حلو ومظبوط قوي. هنا احنا بنعمل الخيوط العنكبوتية دي مرة من جوه لبره، من بره لجوه، بتطلع شكلها حلو قوي في الاخر. ولو انتوا حابين نشترك ادعمونا باشتراك ولايك عشان ان شاء الله تشوفوا كل ما هو جديد وكل حاجة احنا بنعملها حلوة. ولو عايزين اي حاجة اعملها الفترة الجاية اكتبولي في الكومنتات نعملها مع بعض. اي كيكه بعد ما طلعت بالشكل كده حلو، هنا لسه مطلعاها واختبرتها معاكم والكبات طلعت طبعا، حشت الورقه من عليها دي الشكل بتاعها حلوه قوي. انا هنا قلت لازم اقطعها وهي سخنه، انت تسيبيها طبعا اما تبرد خالص. الناس اللي بتخاف ان الكيكه ما بتيجي تطلعها من الفرن بتهبط وكده، لا ما تخافيش، هي مش هتهبط خالص. انت ممكن تعملي حاجه حلوه اقولك عليها، اقفلي الفرن وسيبيها 5 دقايق، يعني سيبي الكيكه 5 دقايق في الفرن وبعدين طلعيها عشان ما تطلعش تاخد الجو الساقع او الهواء الساقع فتهبط منك، فتقولي ده هبطت والمقادير مش مظبوطه معايا. لا، انتي اقفلي الفرن وسيبيها 5 دقايق كمان وبعدين طلعيها والف هنا وشفا. هنا بعد ما بردت خالص فقطعتها بالشكل ده، انتوا شايفين الخطوط، خط ابيض وخط شوكولاته، حلوه قوي، والف هنا وشفا عليكم.